حقيقة النهاردة عيد من الأعياد السيدية بتاعت المسيح اللي هو حد توما، والكنيسة الواعية بنعمة الروح القدس اعتبرت ان إصلاح الإيمان بتاع تلاميذ المسيح ده عيد، لأن الإيمان لو انحرف يبقى خطر كبير جدا، لكن المسيح نفسه هو اللي بيجي ويصلح الإيمان اللي احنا أحيانا بنتعثر فيه. فقال له هات إيدك وحط مطرح المسامير مطرح الجروح ولا تكن بعد غير مؤمن. وشوف يا توما، في ناس هتآمن من غير ما تشوف، طوبى ليه. لكن يا أحبائي موضوعنا بنعمة ربنا هو القيامة في حياتنا. عاوز النقطة دي تبقى ثابتة في ذهننا، أن المسيح مش جاي عشان يقوم الأموات من القبور، وإن كان هذا حدث في وجود المسيح على الصليب. لما أسلم الروح خرج كثير من الأموات اللي في القبر ودخلوا المدينة المقدسة أورشليم ومشوا فيها. لكن أريد أن احنا نكون واضحين جدا. صحيح أن المسيح كسر الموت وشقته وقام من القبر، لكن المسيح مش جاي عشان خاطر يقوم الأموات في اليوم الأخير، لأن الله قادر بدون مجيئه للعالم أن هو يحدد يوم أو لحظة لقيامة الأموات، والناس كلها تقوم وكل واحد يعامله ربنا حسب أعماله. لكن أرجو أن يكون في ذهننا واضح جدا أن القيامة بتاعت المسيح عمل اختباري يدخل في حياة كل واحد مننا، زي ما نشوف دلوقتي حتى لو كانت الأبواب مغلقة. في عشية يوم القيامة جه المسيح دخل وكانت الأبواب مغلقة وقال لهم سلام ليكم، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. وبعدين قال لهم نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه غفرت لهم. ما كانش موجود معاهم توما، فجه مرة تانية في يوم الحد. دي نقطة لطيفة تقدر تحس منها ان ظهورات ربنا يسوع المسيح كانت بتتم غالبا يوم الحد، مع ان هو ممكن يظهر في اي وقت، لكن كان بيجي يوم الحد. اذا يوم الحد ده اصبح يوم الرب، يوم الرب. الكنيسة بتجتمع لكسر الخبز في يوم الحد، وفي ناس الايام دي بيبقوا غالبا اصلا يهود، يعني في بره في كنيسة مخصوص لليهود المتنصرين او اليهود المسيحيين، دولت بعض منهم يقول لك لا برضه نعيد يوم الايه؟ السبت. فانت عارف دايما ان اليهود لهم شوية حاجات يعني يبقوا متمسكين بيه، زي ايام المسيح زي ايام الرسل ما كان يطلع اشكالات عن الختان ولازم المسيح يتختن ولا ما يتختنش. فتبص تلاقي موضوع السبت والحد ده برضه بيصيروه اليهود اللي داخلين في الايمان حسب عاداتهم الاولى. لكن المسيح قام يوم الحد، ظهر للتلاميذ ثاني يوم الحد، الروح القدس حل يوم الحد، اصبح اليوم الجديد يوم الرب ده يوم الحد. القيامة يا أحبائي عمل يعني طلع من مخك نهائيا أن القيامة حكاية أن الناس تقوم من القبور. يوم القيامة اللي بتتكلم عليه كل الديانات، احنا بنتكلم عن موضوع ثاني بعيد خالص خالص. احنا بنتكلم عن القيامة كاختبار شخصي في حياة المسيح. تقول لي ازاي عمليا؟ اهو الانجيل بيعلمنا. كان التلاميذ مجتمعين بسبب الخوف، كانوا مجتمعين من اجل الخوف من اليهود، فجاء يسوع وقف في وسطهم وقال سلام لهم وأراهم يديه ورجليه. انت عارف حتى التعبير العادي ده اللي يقول لك فلان ده ميت من الخوف، فدول كانوا في حالة خوف. فالموت في الواقع مش بيجي من بره، الموت جوه. فالخوف موت لأنه قلة إيمان ونسيهم وعود المسيح وكلامه في الكتب، زي ما قال زي عمواس اللي كانوا ماشيين بيتطرفوا في الطريق، قال لهم أيها الغبيان والبطيئة القلوب، الخوف ده موت. فدخل المسيح عشان يقوم الناس الميتة دي جوه العلية، فدخل وقال بس كده سلام ليكم. أول ما قال سلام ليكم راح الخوف. الرد الفعل على طول يقول لك كده ففرح تلاميذ، من حزن وخوف لفرح. هذه أيام في كبار الإنسان دي اسمها أيام. حصل ازاي الكلام ده؟ كل اللي نعرفه ان ربنا دخل وأراهم يديه ورجليه جراحاته، يعني علامات الصليب وريها لهم، وبعدين قال لهم كمان سلام ليكم. بس هو ده. طب ونجيبوه منين يسوع عشان يضيع الخوف؟ إن كان الخوف ده مرض من أمراض الموت. قال ده يدخل والأبواب مغلقة، والأبواب مغلقة ده موضوع هو عمق اختبار القيامة. أحيانا نتوقع أن ربنا يدخل من الباب المفتوح، ديت مش القيامة. ده هو عاوز يقول كده ربنا. لما التلاميذ وصلوا لدرجة من اليأس والفشل وخلاص قالوا مفيش فايدة ان يسوع يقوم من الأموات
وصلوا للدرجة ان هم خافوا من اليهود وانتظروا حكم الموت يتنفذ فيهم. اليهود بيدوروا عليهم بعد ما خلصوا على من موضوع المسيح، هيدوروا على التلاميذ، فكانوا في منتهى الخوف لانهم كانوا متوقعين الموت والابواب مغلقة داخل المسيح. فالقيامة هي دخول في حياتنا والابواب مغلقة. عشان كده يا اخوتي لا تعرف المسيحية اليأس او الفشل، تعرفوش ابدا ابدا. ايه اقصى درجات الليل؟ ايه اقصى درجات القسوة من العالم؟ الموت. اذا كان الموت ده هو اخر حدود يعني اليأس والفشل، خلاص واحد بيطلع الروح، ايه الامل اللي ليه؟ هنا يبتدي يعمل ربنا اللي هي القيامة من الاموات. عشان كده المسيحي دايما قلبه مليان بالرجاء وبالقيامة، قلبه مليان بالقيامة. يسوع يقول انا هو القيامة. ما كانش توما موجود، كان في موت تاني بيدب في حياة توما. تصور يا عزيزي ان توما ده يقول لا ده مفيش ربنا، وان المسيح ده ضحك علينا، وكل اللي عمله المسيح ده كان خداع. تصور انسان تقابله بالشكل ده، مثلا مسيحي يقول لك لا 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 مسيح ولا بتاع ولا كلام من ده، لان ده كلام نظري ومش عملي. ولو كان المسيح كمان معانا ما كانتش اصابتنا المشاكل والفقات والتجارب والحاجات دي. يقول له لا يا اخي ده في ربنا موجود، في صليب وفي الام وفي مسيح هيقوم في اليوم السابع. يقول لك لا، دي حاله توما. تفتكرش دي حاله بسيطه؟ توما في حاله الشك بتاعه كان في منتهى الموت، فدخل ربنا والابواب مغلقه وقوم توما وقال له لا تكن بعد غير مؤمن لكن خليك مؤمن. وقال له يا توما انا عندي دواء للايمان، اذا انت تاملت في الصليب اللي هو كان عثره بالنسبه ليك وافقدك الايمان، وتاملت في الجراحات وفي المسامير بتاعتي، هتتحول لانسان مؤمن. فتوما حس بحاجه كده جريت في دمه اسمها القيامه. قال له خلاص يا رب انا مآمن 100%. قال له طبعا لان انا اللي اديتك القيامه دي، لو انا هديها للناس من غير ما يشوفوني. انت شفتني وامنت، لكن انا هديها للناس من غير ما يشوفوني. من اجل هذا احبائي القيامه هي عمل ربنا القائم من الاموات. القيامه هي ضد الموت. القيامه هي عمل داخلي يشتغل في حياه الانسان. معلش هكرر الجمله دي كتير خالص وهكررها في المرات الجايه. سفر الرؤيا بيقول ان في قيامتين في الاصحاح 20. القيامه الاولى اللي هي بيعملها المسيح في قلبنا حياتنا. القيامه الثانيه اللي هتبقى نطلع فيها من القبر. القيامه الاولى ده عمل المسيحيه. فالمسيحي تعرفه ازاي؟ يقول لك شخص القيامه عملت فيا. قيامه ايه يا عم؟ ده لسه فاضل على القيامه، يوم القيامه ده يعلمه ربنا. قول له لا ده انا عايش القيامه دي، اسمها القيامه الايه؟ الاولى. يقول كده سفر الرؤيا اصحاح 20 مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. القيامة الأولى زي ما بيتكلم عنها قراءات النهاردة بتقول كده: اخلعوا الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الطغيان وتجددوا بروح ذهنكم وليلبسوا الإنسان الجديد المخلوق نظير الله الذي يتجدد حسب صورة خالقه في البر والقداسة. اخلعوا القديم والبسوا الجديد. هذه قيامة. طبعا هو انت لو تشيل الجسد بتاعي ده بره وتحط لي واحد تاني، ما دي تبقى قيامه فعلا. ما احنا في القيامه هنعمل كده. فبولس الرسول قال لا، ده القيامه احنا بنمارسها دلوقتي، بنخلع حاجه وبنلبس حاجه. عشان كده القيامه عندنا مش مساله ان انت ما تعملش الخطايا، لا ده انت بتلبس حاجه تانيه، بتشيل حاجه وبتحط حاجه تانيه، بتشيل انسان ميت وتحط انسان تاني حي. الانسان الميت ده اسمه الانسان العتيق بحسب شهوات الجسد وشهوات العالم وغراءات ولا. تقول لي يا ابونا ده كلام صعب، انت عارف الضغط الحالي على الانسان من ناحيه العالم الخارجي. اقول لك فعلا الكلام ده صح، لكن اتؤمن ان يسوع يدخل من الابواب المغلقه؟ يقول لي انا بامن بالحكايه دي. خلاص، يبقى اذا كانت كل السكك قدامنا ان احنا نعيش حسب الانسان الجديد مقفله، فان كان لك ايمان ان الله يدخل في حياتك، مش عاوز اقول حياتك الكويسه، حياتك الوحشه جدا جدا جدا، كان لك ايمان ان يسوع يدخل والابواب مغلقه، فثق تمام ان يدخلك في حياتك انسان جديد يتجدد مره اخرى حسب صوره خالق. اما ايماننا احنا الكنسي بتاع الكنيسه بتاعتنا ان هذا الانسان الجديد اتخلق من يوم المعموديه. المعموديه احنا اتدفنا فيه، وبعد اتدفنا فيبقى متنا، وبعدين اتخلق انسان جديد. عشان كده بولس الرسول كان حريص جدا ان يقول ان هذا الانسان يتجدد
في ذهننا. فكلمة يتجدد يعني ايه؟ يتجدد يا اخوتي يعني زي انسان اتولد بس ملامحه بتبان اكتر. يعني يجي كده بعد ما يتولد بيوم تقول الولد ده شبه ايه؟ يقول لك كده مش عارف، لسه شكله ما اتكونش. بعد يومين يقول لك في ملامح كده من ابوه شويه، بعد شويه يقول لك لا ده واخد من امه شويه، من خاله شويه، بعد اسبوع شكله يوضح. كل ما بيتغذى كل ما بيكبر كل ما بيزيد. بعد شويه سنه اتنين كده يقول لك الولد ده شكل ابوه تمام، واخد ملامحه بالظبط. اذا في عمليه تجديد في شكل رغم انه اتولد. خلي بالك عشان في ناس تغلط وبتقول لا ده انا يا دوبك ربنا الانسان الجديد بيتخلق فيا وانا عندي 20 سنه كده لما اقول انا اتخلصت ولا انا اتجددت ولا بتاع. وربنا يحمي الكنيسه من هذه الامور اللي الشيطان بيزجها في هذه الايام. الكنيسه علمتناش كده ابدا، علمتنا ان الانسان اتولد فينا بالمعموديه. تقول لي لكن في ناس اتعمدوا والانسان الجديد مش واضح في حياتهم، لان هم بيغطوا عليه، بيرجموا عليه بالاعمال الوحشه الشريره. وتعرف لو كان الانسان الجديد ده بيتخلق لما يبقى عندك 20 سنه ولا 30 سنه، لما تامن كده بربنا وتبقى كويس وبتاع، يبقى ده عملك انت، يبقى ما دخلش والابواب مغلقه. يبقى انت تقول لك حق تقول انا اتخلصت او انا اتجددت في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه، لك حق تقول انا، انما ما تقولش المسيح، تقول انا اتجددت. لكن انا ما اقدرش اقول انا اتجددت في اليوم الفلاني، لكن انا تقول انا ولد للمسيح في المعموديه بالنعمه اللي معطاها ليا، ولا كنت انا استحقها ولا ادري بيها. اما وظيفتي حاليا ان انا اخلع باستمرار الانسان العتيق اللي بيتراكم من الجسد ومن العالم، اللي قال عنه الرسول واللي قال عنه ربنا يسوع اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. تقول لي النهارده دلوقتي ممكن يكون في اختبار للقيامه؟ اقول لك اختبار للقيامه. انت عاوز تقول انا عاوز اختبار النهارده للقيامه؟ هل الانسان الداخلي اللي موجود فيك بيكبر؟ تقول لي وده مين يعرف؟ اقول لك انت بس تبص تلاقي ملامح حياتك الداخليه بتاخد ملامح حياه ربنا، يتجدد حسب صوره خالقه. طب وصوره خالقه هو حد شاف ربنا؟ اقول لك مسيحيتنا لذيذه. لما تلاقي حياتك ابتدت تنطبق على حياه المسيح على الارض، الوداعه بتاعت المسيح، اللطف بتاع المسيح، المحبه بتاعت المسيح، ملامح المسيح ابتدت تبقى في انسانك الداخلي، تقول ابتدى ينمو. حاسس بيه يا ابونا كويس خالص، حاسس بالإنسان الجديد اللي بيتجدد حسب صورة المسيح، حسب صورة خالقه. أمال أنا اسمي مسيحي ليه؟ ما هو سموني مسيحي لأن الإنسان الجديد اللي اتولد فيا اللي بيتجدد بالقيامة يوم فيوم هو هذا الإنسان شكل المسيح، عشان كده سموني مسيحي. فالقيامة اختبار يومي نعيشه في حياتنا كل يوم. يمكن إذا كانت القيامة لابد أن يسبقها موت، خلع للإنسان العتيق. عشان كده المسيح لما وصى قال للشاب الغني اذهب بيع كل مالك وتعالى واتبعني كل يوم حاملا الصليب. تعالى واتبعني حاملا الصليب كل يوم. كل يوم يقصد ان كل يوم تخلع في الانسان العتيق وكل يوم يتجدد فيه في الانسان الجديد. حاجة لذيذة ولطيفة جدا ان كل يوم الانسان الجديد يكبر وكل يوم الانسان العتيق يتخلع ويترمي. هذه عملية قيامة. فاختبارك للقيامة في حياتك ده اختبار يوم، اختبار يوم. عشان كده يوحنا الحبيب يقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، سوف لا يكون للموت الثاني سلطان عليه. مبارك ومقدس يا أخي إن كان لك نصيب في القيامة الأولى، سوف لا يكون لك نصيب في الموت الثاني. لا يقدر الموت الثاني أن يؤتيه. عشان كده ربنا يسوع بعد توما لآمن يقول أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي إذا آمنتم تكون لكم حياة أبدية باسمه. يعني إيه حياة أبدية؟ يعني حياة الموت الثاني ما يقدرش عليه. ما دام في قيامتين يبقى في القيامة الثانية في 2 موت كمان. الموت الأولاني موت بيمارسه الناس على الأرض دلوقتي، الموت الثاني هو الموت العذاب الأبدي. اللي قام في القيامة الأولانية وغلب الموت الأولاني موت الخطية، اللي الكنيسة بتصلي بتقول لا يكون موت للخطية لعبيدك ولا لكل شعبك. فاللي غلب الموت الأول مش هيقدر الموت الثاني يسيطر عليه، لكنه سيكون انتقال. اطرحوا عنكم الكذب، الكذب ده موت، تكلموا بالحق. ده كلام بولس الرسول النهارده في البولس عشان اللي ما سمعوهوش. اطرحوا عنكم الكذب، تكلموا بالحق. الكذب يبقى موت والحق يبقى هو المسيح، يبقى هو القيامة. بيقول لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالأولى أن يتعب عاملا
بيديه صالح ليكون له ما يعطي المحتاج. يعني شوف ازاي السارق مش يبطل سرقة. يبطل سرقة دي مش في المسيحية، لا انت ما تسرقش، لا ده يقول لك السارق يبطل سرقة عشان يبتدي يشتغل ويجيب عشان يعطي من له احتياج. اهدي قيامة، اهدي قيامة. لو واحد بيسرق وبطل سرقة ما يبقاش يتمتع بالقيامة، لكن لو واحد بيسرق وبطل سرقة وابتدى يشتغل وابتدى ياخد من اللي ليه ويعطي اللي ليه احتياج، يبقى انسان بيمارس القيامة. يبقى القيامة يا احبائي نزع للقديم وانسان جديد يولد فيه. ارجو ان انت تضع في قلبك ان في عملية قيامة بتدب في حياتك. انسان جديد خلق حسب صورة خالقه. هذا الانسان لا يعرف السرقة لكنه يعرف العطاء. فانت لما بتخلع السرقة منك فالانسان الجديد بيتجدد اوتوماتيك كده حسب صورة خالقه. ازاي انا ما اعرفش يخش ربنا ازاي والابواب مغلقة؟ ده مش لا موضوع لا اشرحه ولا اتعرض ليه، لكن موضوع احب ان انا احطه في قلبي ان ربنا بيدخل والابواب مغلقة في حياتي. ليس هناك موضوع صعب ولا خطية صعبة ولا حاجة صعبة على المسيحي، لان كل شيء ممكن ان ربنا يدخل فيه في حياتنا والابواب كلها مقفلة. لا يخرج كلام قبيح من افواهكم بس لا، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة ليعطي نعمة للسامعين. بس ما نطلعش كلام وحش من بقي، قال لا طلعش كلام وحش من بقك يبقى انت راجل مؤدب، ادي كل الحكايه. لكن ما تطلعش كلام وحش من بقك وتطلع كلام مملوء نعمه يفيد اللي قدامك ويقربه لمعرفه ربنا فيعطي نعمه. يبقى دي عمليه قيامه. فالقيامه اختبار عيشه في حياتك ان بتخلق حاجه قديمه وبتلبس حاجه جديده، بتعمل فيك عمل هو ملامح المسيح بالظبط. عشان كده بيقول في الآخر كونوا لطفاء متحننين مسامحين بعضكم بعض كما سامحكم الله في المسيح. لما المسيح قال لو انتوا امنتوا بيا الاعمال التي انا اعملها تعملونها واعظم منها. طب وايه اللي هنعمله اعظم من اللي انت عملته يا رب؟ انت قومت الميت. قال قومت الميت دي بسيطه، انتوا اصلكم بتاخدوا بالشكل، لكن النهارده مش المهم تقويم الميت، المهم ان نقوم الميت الوحش اللي دخل جوه القلب اللي ريحته بتمثل وبتطلع حاجة وحشة. يعني تقويم الميت الكبير ده بسيطة، لكن كونك ترجع الإيمان لإنسان ابتدى ينكر المسيح أو تشيل من قلبه الحاجات الوحشة وتحط مطرحها حاجات كويسة، هو ده عمل القيامة الأولى. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. اللي ليه نصيب في القيامة الأولى لا يقدر الموت الثاني أن يؤذيه. بالمرة نفوت على الكاثوليكون اللي اتقرأ علينا النهاردة من رسالة معلمنا يوحنا الحبيب، بيقول وصية جديدة أعطيكم. هي دي تناسب القيامة؟ قال من يبغض أخاه فهو في الظلمة، ده في الموت إلى الآن. من يحب أخاه فهو في النور ليس فيه شك. أما من يبغض أخاه فهو في الظلمة، وفي الظلمة يسلك ولا يعرف أين يذهب لأن الظلمة أعمت عينه. عشان كده أحبائي محبة البغضة ظلمة، البغضة موت، والمحبة هي الناحية الإيجابية اللي هي عمل القيامة في حياتنا. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هل بعد هذا عزيزي تقدر تعيد عيد القيامة من غير ما تحس بالقيامة بتعمل في حياتك والقيامة بتدب في حياتك من الداخل وتقول مع المسيح قمت فعلا؟ ولما يقولوا لك احنا في الخمسين دلوقتي بيجينا فطور في ايام الخمسين بعد الايام الحلوة بتاعت اسبوع الالام، تقول لهم ده ايام الخمسين احلى من ايام اسبوع الالام كمان، لان ايام الخمسين كلها اختبارات بختبر فيها المسيح اللي بيقوم في حياتي كل يوم. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. مبارك يا عزيزي لو لك نصيب في القيامة الأولى، سوف لا يكون الموت الثاني سلطان عليه. لكن أيضا المسيح أعطانا دواء عجيب. لما دخلوا الأبواب مغلقة أراه يديه ورجليه، قال له حط إيدك مطرح المسامير ومطرح الرجلين. ده موضوع خطير. إذن بعد القيامة تنت الجروح في المسيح. قال حتى يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا قال إن في ظهور المسيح الثاني إن هينظر إليه جميع الذين طعنوه وتنوح عليه جميع قبائل الأرض، مع إن اللي طعنوه واحد، لكن يقول لك لا، ينظر إليه الذين طعنوه. وزكريا النبي أيضا يقول كده في نبوته وينظر إلي مش إلي الذين طعنوه، وينظر إلي الذين طعنوه. فالمسيح طعنوا واحد، لكن زكريا بيقول اللي طعنوه كتير
وسفر الرؤيا بيقول اللي طعنوه كتير. فاللي طعن المسيح مش يهوذا بس، اللي طعن المسيح ناس كتير. اللي طعن المسيح مش بطرس اللي أنكر، اللي طعن المسيح ناس كتير بتعمل أعمال ضد المسيح. فالقيامة ما بتبانش في حياته. ينظر إليه الذين طعنوه ويتنوه عليه جميع قبائل الأرض. لكن أيضا جراحات ربنا يسوع المسيح لذيذة جدا ومشفية. لما توما حط إيده مطرح المسامير دبت القيامة فيه ورجعت الحياة ليه ورجع الإيمان ليه من جديد. عشان كده لو تلاحظ إحنا في قطع الساعة 6 في الإجبية نقول بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيلوية إلى تذكار أحكامك السمائية. يا أحبائي، لا يمكن أن إنسان يتمتع بقوة القيامة وتعمل القيامة الأولى في حياته إلا إذا كان تمتع بحمل الصليب وبجراحات ربنا يسوع المسيح. عاوز تاخد القيامة وما تاخدش جراحات المسيح؟ لا يمكن. ولما نطلع السماء بنعمة المسيح هنشوف المسيح، وأول حاجة هتشد انتباهنا وهنجري ليها هي الجراحات بتاعته. هنشوفها، هيشوفوها الناس التانيين وينوحوا عليها ويقولوا للجبال غطينا، مش عايزين نشوف جراحات المسيح. ايه مضايقكم في المسيح؟ قالوا جراحات. وهنشوفها احنا ونقول الله جراحاته دي اللي شافتنا. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. لم تعد القيامة يا أحبائي حديث نتحدث عنه أو عيد نعيد له وخلاص، لكن القيامة حياة تمارس. كما يمارس حمل الصليب تمارس أيضا قوة القيامة، وتمارس بقوة، وتمارس والأبواب مغلقة، وتمارس بعد ما نفقد الأمل لكل شيء. نحن نعيش القيامة الآن ونمارسها. وزي ما نشوف الأسابيع الجاية الكنيسة مرتبة لنا كل أسبوع ترتيب لطيف خالص بتشرح لنا بيه القيامة. يعني مثلا الأسبوع الجاي أو اللي بعديه بتتكلم عن التناول، إن ده القيامة. تاخد جسد المسيح المذبوح وتاكله وتعيش مع المسيح المذبوح من أجلك، والمسيح الحي يعطيك حياة أبدية لا يقدر الموت الثاني أن يكون له سلطان عليك مثلا. وبعدين تكلمنا عن الماء الحي بتاع السامرية، إنجيل السامرية يتقري في القيامة. ده الصيام الكبير. ليه؟ قال لأن الروح القدس يعمل في حياتنا بقوة القيامة، والروح القدس يرمز ليه بالماء. فالمية لما انضرب المسيح في جنبه ما كانش المسيح ميت، فخرج من جنبه دم وماء، إشارة أن الكنيسة هتتولد من جنب المسيح، من جنب المسيح. والمية هي رمز للروح القدس اللي بيعمل في الكنيسة. فالقيامة لها أوصاف كتيرة خالص هنشوفها. بس النهاردة الكنيسة ابتدت لنا بالعيد ده، عيد حد توما، وورثنا ان القيامة هي خلع للقديم وتجديد للجديد الذي خلق فينا بالمعمودية لكي يتجدد حسب صورة خالق. وورثنا الكنيسة ان القيامة مش ان انا ما اعملش الخطية، لكن ان انا اعمل الخير. لا يسرق السارق فيما بعد، بل يتعب ويعمل الصالح لكي يكون له ان يعطي من له احتياج. لا تخرج كلمة بطالة من افواهكم، لا، بل تخرج كل كلمة صالحة كي تعطي نعمة للسامعين. القيامة تحس بيها في حياتك وتختبرها وتقول المسيح قام. زي التلاميذ كانوا خايفين خالص وميتين من الخوف، دخلوا الأبواب مغلقة، قال سلام ليكم، ففرح التلاميذ. حزن تحول لإيه؟ لفرح. المسيح دخل جوه. فدي قيامة. كان توما شكاك وقال مفيش ربنا ومفيش مسيح ومفيش الكلام من ده. دخل المسيح والأبواب مغلقة، قال له حط ايدك مطرح المسامير ومطرح الجروح. فدبت القيامة في قلب توما، فقال له امنت يا ربي. دي قيامة. انا ارجو يا عزيزي بنعمة ربنا ان 50 يوم دول عدى منهم اسبوع قصيرين. 50 يقول لك ده كتيرة وهي بتسبب لنا فطور واكل الفطاري والكسل والحاجات دي كلها. شوف الكنيسة ايام الصيام كانت في نشوة روحية ازاي. يقول لك ابدا، ده الناس مش فاهمة القيامة، لكن لو فهمت القيامة تقعد تعدهم يوم بيوم ايام 50 ديت وتقول له نفسنا يا رب نقوم معاك كل يوم، نحمل صليبك كل يوم ونقوم كل يوم، لان يا دوبك 50 يوم ده انا عشان تتجدد انساني الداخلي وذهني وفكري كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عشان ابقى فيا ملامح المسيح. دي عاوزة مش 50 يوم، عاوزة كتير. لكن انا عشمان فيك يا يسوع ان انت اللي انا ما اقدرش، اللي ما يتعملش في مئات الايام تعمله انت في لحظات وفي ثواني عندما تدخل حياتي والابواب مغلقة. انت النور الحقيقي لكي تدخل فتبدد الظلمة من الداخل. انت الطهارة الحقيقية لكي تدخل فتبدد كل نجاسة وكل شر وتملى حياتي بالطهارة. انت المحبة الحقيقية
فتدخل حياتي وتبدد كل بغضة فيها وتملاها بالمحبة الحقيقية. عيشوا القيامة أحبائي، لأن يسوع قال لكم أنا هو القيامة. لم يقل لكم أنا سأقيمكم، ولكن قال لكم أنا هو القيامة، خذوني لكي تعيشوا القيامة. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، سوف لا يكون للموت الثاني سلطان عليه. لإلهنا المجد الدائم أبدين.